أختم لكم بقصة كلكم تعرفونها. هذه المرأة عرفت بسوءها وعرفت بفاحشتها وعرفت بسوء أعمالها، بغية من البغايا. الواحد فينا لو عاين لها يزدريها ازدراء شديد، يقول لك يا أخي دي ما نافعة، هذول ده ما نافع، بمقاييس الناس هي في النار. قال عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام: ذهبت لبئر وسماها رسول الله، قال فجاءت وشربت منه، من هذا البئر، ثم وجدت كلبا يلهث، كلب ماله عطشان يلهث، قالت فشربت ثم سقت الكلب فغفر الله لها. لاقاك دين زي ده؟ ها؟ بس سقت لها كلب ربنا غفر لها. لحد هنا كلنا عارفين القصة. انظر معي إلى القصة بعين صحابة رسول الله، اسمعها بأذني قوم جلسوا مع رسول الله. قال: لما سقت هذه البقي الكلب عندما غفر الله لها لم تر أحدا جنبها وحوالينا، ما كان في زول. سقي الماء للكلب كانت خالصة لله عز وجل، ما في زول شافها. قالت أفوت أخلي كلب عطشان الناس يقولوا عني شنو؟ لا، سقت الكلب، وعندما سقت الكلب ما كان في زول شايفها غير ربنا سبحانه وتعالى. لما كان العمل خالصا من أجل الله عز وجل غفر الله لها مع أنها بغية من بقايا بني إسرائيل. أرجو أن عندما نخلو بأنفسنا، والله عز وجل يقول: يعلم خائنة الأعين، تبقوا 3 نفر 2 ينشغلوا بقيت براك ما بعنوا لك، تسرق النظر وترجي عينك، دي اسمها خائنة الأعين. ما قاصد حاجة، ربنا قال لك وما تخفي الصدور. القرآن ده ما خلى حاجة ساي.